عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم عزة من قناة ابداعات عزة. وزي ما شفتوا كده رحنا السوق وجبت تسويقتي النهاردة. جبت الطماطم ب20، جبت البتنجان ده ب15، جبت البرتقان ده ب15، وجبت البرتقان ده 2 ب25، وجبت الجوافة دي ب15 جنيه، لا 2 ب25، والخيار ده ب8 جنيه، والفلفل ب15 جنيه. الليمون جبته ب10 جنيه كيلو. البطاطس دي ب15 جنيه عشان حجمها صغير شوية، لكن الكبيرة ب20، لكن انا جايبة دي ب15. البصل 2 ب35. جبت كمان المكرونة دي الكيسين دول وكيسين مايونيز كانوا عاملين 25 جنيه. واخر حاجة جبتها هي الكبدة العصافيري. جبت طبق كده، الطبق ده ب75. ده لغدانا النهاردة، وهنشوف هنعمل الغدا بتاعنا ازاي بطريقة مختلفة وجديدة. ويلا بينا ندخل على الفيديو ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا ده شكل الاكل النهائي، لكن هنشوف داخل الفيديو عملنا البتنجان بطريقة مختلفة جدا، وكمان عملنا الكبدة ازاي. جبت بقى الكبده اول حاجه طبعا علشان اسيبها في التتبيله، فهبتدي ان انا اتبلها واسيبها. دي كده شكل الكبده العصافيري زي ما بشتريها. تقدري تشتريها شرايح وانت تقطعيها، او اشتريها على طول كبد عصافيري. دي هي بتتباع كده، قولوا كبد عصافيري، عشان التقطيع يعني بتاعتها بتبقى شبه ايه العصافيري شويه. ايه اللي انا بقوله؟ مش فاهمه. بعد كده جبت الكبده حطيتها في الطبق، وطبعا هي ما بتتغسلش، وهبتدي احط عليها دلوقتي عصير ليمون طبعا علشان الزفاره وايه، واحنا بقى طبعا مش هنغسلها، فهنحط الليمون. بعد كده عندي تتبيله طبعا انا بجهزها عندي على طول في التلاجة، عباره عن توم وفلفل وليمون وكمون وملح وكزبره وخل وزيت، زي ما تحبي يعني التتبيله بتاعتك. هاخد بقى كده معلقه واتبل بيها الكبده. طبعا التتبيله دي برضو بعمل بيها البتنجان، بابا غنوج، بحط على فول، على دقه فول، على جبنه، على اي حاجه بتتاكل. زودت بقى كده شويه كمون، شويه كزبره ناشفه، شويه كبابه صيني، وهقلب بقى كل الكلام ده علشان الكبده بتاعتي تتبل وتبقى حلوه. طبعا انا محطتش ملح، بحط بقى الملح التتبيله اللي كان فيها ملح، وكمان بقى نحط الملح في السوا لما نشوف هيحتاج ولا لا. هسيبها بقى في التتبيله وهروح اعمل شويه بتنجان بقى كده عسل. بتنجان بطريقه تحفه، الطريقه دي جميله جدا. بصوا البتنجان اصلا طازه وزي العسل وقلب ابيض، وشوفوا عين اخضر ازاي، والله جميل جدا. انا كنت جايبه ده، وجايبه كمان بتنجان يعني اللي هو المكبب ده، وجايبه العروس ده. كلهم اي بتنجان كان ب15 جنيه في السوق. طبعا انا جبت بقى البتنجان غسلته وشلت العلق، وبعد كده فتحته بالسكينه شق كده، بس مش لاخر البتنجانه طبعا. الدقه طبعا اللي انا قلت لكم عليها دي جبتها بقى كده، وزودت عليها شويه زيت، شويه ملح، شويه كمون، علشان بس تهيئ البتنجان حلو. وزي ما هو كده البتنجان وهو مقفول، بصوا انا شقيته وهو ني، يعني لسه معملتش اي حاجه، ده موجود وده موجود اهو، يعني لسه ما عملناش حاجه. يعني مش هنعمل بقى الطريقه اللي هي هنسلقه او هنحمره في الزيت وبعدين نخلله، لا احنا هنخلله مره واحده. هتشوفوا الطريقه طبعا دلوقتي سهله قوي وبسيطه جدا جدا وحلوه جدا جدا. بصوا انا بشق البتنجانه اهي، بس مش بوصل لاخر البتنجانه. هجيب بقى الطاسه اللي انا هشتغل فيها، او صينيه بقى، اي حاجه انت هتولعي عليها النار يعني. ببتدي احشي البتنجان بالخلطه وهو ني زي ما هو، ببتدي احشي كده كويس قوي. وطبعا حطي بقى الخلطه زي ما تحبي بقى، تحبي كميه كتيره كميه قليله، حطي بقى الخلطه كده واحشيه. طبعا عشان ايديا كان فيها الزيت فاتزفرت البتنجان من ايدي. بص بقى بحشي البتنجان كله وهو ني اهو. عايزه اقول لكم ان الطريقه دي بتخلي البتنجان يشبع من التتبيله، ويبقى متهيأ من كل حته فيه بتبقى شاربه من التتبيله، وبتبقى حلوه قوي. اهو هحشي بقى كل البتنجان بالكميه دي بالدقه دي يعني، وهعمل بالطريقه دي كلها. خلصته اهو. نفس الدقه اللي كانت فاضله معايا، بس قبل ما احط الدقه كمان ونشوف هنعمل ايه، هعصر كده ايه عصره ليمونه على البتنجان بقى بالدقه كله كده من بره. طبعا هي التتبيله فيها ليمون، بس انا برضو حبيت ازود ليمون تاني. بقيه التتبيله دي يعني، ويا ريت تكون كتيره شويه كمان. حطيت عليها كده شويه ميه، وطبعا علشان حطينا ميه فهحط رشه ملح. هزود كمان ايه رشة زيت كده برضو بسيطة.
احنا طبعا هنعمله بطريقه هو يعتبر صحيه، مش معمول كله في الزيت يعني ولا اي حاجه، لا زيت بسيط جدا جدا. وهبتدي انزل بقى بالتتبيله ببقيه الميه دي في كل حاجه كده عليها في الطاسه، واروح احطها على النار. اول ما هسيبها كده في الاول على نار عاليه تغلي، بعد كده اول ما الاقيها غليت هغطي واوطي بقى النار خالص واسيبها بقى حوالي 10 دقايق. بفتح بعد كده بقى النار. بصوا بقى البتنجان مستوي وزي الزبده. طبعا انت بقى بتتحكمي في درجه السوا زي ما انت عايزاه مهري عن كده بتحبيه يعني مستوي اكتر من كده سيبيه، عايزاه يا دوبك ماسك نفسه، برضو انت بقى في ايدك السوا. يعني انا فتحت كده لقيته استوى على الاخر وبقى زي الزبده. تقدري بقى تحطيه في علبة وتحطي عليه بقية المية اللي نزلت منه دي والتتبيلة دي وتحفظيه في التلاجة وتطلعي منه وقت ما انت عايزة. انا بصراحة سبته لحد لما شرب المية كلها وخد كده من الزيت. حسيت ان هو ايه، عارفين اللي هو اتشوح في الزيت بقى اللي كان فاضل في الطاسة ده، فبقى منه متشوح في الزيت ومنه مسلوق، عارفين بقى. فجميل جدا وشرب من التتبيلة وروعة. بصوا البتنجانة ظهرها كأنها مقلية في الزيت. الطريقة دي حلوة قوي وجميلة جدا وتخلي البتنجانة متشبعة بالتتبيلة. جربوها ان شاء الله تعجبكم. بعد كده طبعا لما جيت اعمل الكبده حطيت طاسه وحطيت فيها زيت لازم يسخن كويس جدا علشان الكبده ما تنزلش ميتها. بعد كده طبعا ايه بحط الكبده ما بقلبهاش خالص، انا بفردها بس بوزعها في الصينيه كده علشان تاخد بقى. وشايفين اللسعه اللي هي واخدتها دي من طشه الزيت على طول وهو سخن، تحافظ على الكبده طريه وجوسي وحلوه جدا. طبعا هي فيها كل التوابل، بس انا هزود لها كده رشه فلفل اسود ورشه جوز الطيب اختياري طبعا لو انت مش عايزه. وبس كده وهقلب. انا طبعا مش هحط لها بقى فلفل حامي لان اللي عندي مش عايزين ياكلوا فلفل حامي. طبعا الفلفل اللي انا جايباه من السوق زي ما انتم شايفين كده اكيد حامي جدا، فطلعت من الفريزر كده الفلفل اللي انا عايناه اللي هو الفلفل الاصفر والاحمر ده، حطيت كده شويه. واخر حاجه معلقه دبس رمان وقلبت ده كله كده بيدي المزازه بقى للكبده وبيخليها حلوه جدا جدا. وقدمت الغدا بتاعي النهارده، غدا بسيط وسريع وحلو قوي قوي وصحي كمان. تجربوا البتنجان بالطريقه دي. قدمت طبعا مع العيش البلدي والكبده بتبقى جميله. الف هنا وشفا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم.